ولدت بنازير بوتو عام 1953 في مدينة كراتشي بباكستان لعائلة سياسية شهيرة، حيث كان والدها ذو الفخار علي بوتو رئيسا لباكستان ثم رئيسا للوزراء في السبعينيات من القرن الماضي. درست العلوم السياسية والاقتصادية في جامعتي هارفارد وإكسفورد، وتزوجت عام 1987 من رجل الأعمال وعضو البرلمان آسف علي سرداري، وأنجبت منه 3 أبناء. دخلت عالم السياسة إثر إعدام والدها، وشغلت منصب رئيسة وزراء باكستان مرتين، فأصبحت أول وأصغر رئيسة وزراء لدولة إسلامية بعد فوزها في الانتخابات، لكن أبعدت من رئاسة وزراء على خلفية اتهامات لها بالفساد، واختارت العيش في الخارج مع أسرتها. عادت بوتو للبلاد في أكتوبر 2007 بعد أن أصدر الرئيس السابق جنرال مشرف قانون المصالحة الوطنية الذي ألغى فيه تهم ضدها بالفساد، واستقبلتها حشود كبيرة لدى وصولها مطار كراتشي. وبعد ساعات فشلت محاولة اغتيالها، بينما أسفر الانفجار عن مئات القتلى والجرحى. وبدأت حملتها الانتخابية بتحدي حكومة مشرف، فعقدت مؤتمرات وتجمعات حاشدة. في 27 من ديسمبر من العام نفسه اغتيلت بوتو في هجوم يرى البعض أنه ناجم عن إطلاق الرصاص وتفجير انتحاري، عندما أنهت خطابها أمام تجمع في روالبندي. بعد مرور عامين على اغتيال بنازير بوتو، ما زال الغموض والجدل حول ظروف اغتيالها والجهات التي تقف وراء ذلك، وإلى أين وصلت التحقيقات الحكومية والدولية مستمرة. بعد ذلك قرر حزبها حزب الشعب تعيين ابنها بلوال رئيسا له، وفي الانتخابات العامة التي جرت عام 2008 فاز حزبها، وأصبح زوجها آسف علي سرداري رئيسا للبلاد. والآن عامان مضيا على اغتيال بنازير بوتو، وتجمع آلاف من أنصارها في مختلف المناطق الباكستانية لإحياء ذكرها الثانية، وكالوا لها المذيع في جو سياسي وأمني غير مستقرين. دران حسن، متدرب في الجزيرة، إسلام آباد.